انا حمدي، واللي هقوله لك دلوقتي ممكن يخليك تبص وراك قبل ما تنام النهارده. انا مش بحكي اي قصه خلاص، انا بحكي تجربه حصلت لي اقسم بالله لحد النهارده مش عارف انساها. والاغرب انها ما وقفتش عند مره واحده. اليوم ده كان عادي جدا، صحيت خرجت رجعت مفيش اي حاجه غريبه، بس كان في حاجه واحده. كنت مرهق جدا، جهاد مش طبيعي، كأن جسمي عايز ينام غصب عنه. ضغطت اوضتي، الهدوء كان غريب زياده عن اللزوم. قفلت النور والأوضة بقت ضلمة تماما، لكن كان في إحساس بسيط إني مش مرتاح. قلت يمكن تعب، ونمت على ظهري أبص في السقف وكل حاجة بدأت تسود. مش عارف عدى وقت قد إيه، بس فجأة فتحت عيني شفت الأوضة زي ما هي، بس في حاجة غلط. أنا صاحي بس جسمي مش بتاعي. حاولت أرفع إيدي ولا كأن في إيد أصلا. جربت أتحرك ولا كأني مربوط. وفي اللحظة ديت الخوف بدأ يدخل جواي. الإحساس ده صعب يتوصف، بس حسيت إن في حد بيراقبني، مش شايف بوضوح بس متأكد إنه موجود. العين كانت بتتحرك بالعافية. بص ناحية باب الأوضة مفيش حاجة، بس الإحساس بيزيد. وبعدين بالعافية لفيت عيني ناحية جنب السرير، وانا شفت حاجة في الاول افتكرتها وهم، لكن لا، كان في شكل اسود واقف طويل ساكت، ملامحه مش واضحة بس عينه كأنها بتلمع في الضلمة. الشكل ده متحركش بسرعة، لا، كان بيقرب ببعد، خطوة وسكون، خطوة تانية وسكون، وكل ما يقرب قلبي يدق أسرع. وفجأة حسيت بحاجة تقيلة جدا وقعت على صدري، وكان جبل اتحط فوقي. نفسي قطعت والهوا مش داخل، صدري بتكتم. حاولت أصرخ مفيش صوت. فجأة الصدمة انكسر وسمعت صوت همس قريب جدا من ودني. الصوت مش واضح بس كأنه بيقول حاجة. كل ما أركز الصوت يعلى لحد ما بقى في اللحظة ديت افتكرت إني أقول أي ذكر. قلت لا إله إلا الله، بس لساني كان تقيل، كان حد ماسكه بإيده. كل ما أحاول أتكلم الصوت يختفي. الوقت هنا كان بطيء بشكل مخيف جدا، كل ثانية كان أنها دقيقة، وكل دقيقة كأنها ساعة، وأنا مش قادر أهرب. جمعت كل قوتي قلت لازم أتحرك، أي حاجة حتى لو صباع واحد. وبعد محاولات حسيت بإيدي بتهتز بالعافية، وفجأة كأني خرجت من جسمي. قمت مرة واحدة، قعدت على السرير وبنهج وقلبي هيطلع من صدري. بص حواليا الأوضة فاضية. قعدت شوية مش فاهم حاجة، دي كان إيه، حلم ولا كابوس ولا حاجة تانية؟ الليلة التانية قلت خلاص مش هتتكرر، ونمت تاني، بس المرة ديت على جنب. كان نص الليل، صحيت نفس الشلل نفس الإحساس، بس الفرق إن الظل كان موجود من الأول. المرة دي ما كانش بعيد، كان قريب جدا، واقف عند راسي أبص عليه مباشرة. وفجأة انحنى قرب وشه. في اللحظة دي سمعت صوت واضح جدا، مش همس مش صريخ، لا، صوت بيقول حمدي، اسمي. هو عارف اسمي. واللحظة دي أنا ما صحيتش، أنا فضلت شايف وهو بيقرب أكتر. ومن ساعتها وأنا كل يوم بنام بس مش بتأكد هصحى لوحدي ولا لأ. لو أنت وصلت لحد هنا قول لي عمرك حسيت في إن حد وقف جنبك وأنت نايم؟ ولو حصل معاك كده قبل كده اكتب لي في الكومنتات، ومتنساش تعمل لايك واشتراك عشان تشوف كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.